السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق في زمن عز فيه الرجال وقل في أهل الحق. درويش اجمع بالخطوة السريعة، معاد اللسع على الإيه؟ خليها على الوش. أنا كنت عايز أقول كلمة تانية بس والله ماليش في الأباحة. تعالوا بقى عشان النهاردة هناخد مع بعض درس قاسي شوية. إزاي المستعمر والكيان، طبعا المستعمر هي امريكا اللي بترعى هذا الكيان، ازاي المستعمر والكيان بيسخر كل القوة اللي حواليك لكل الافكار اللي هو زرعها هو صاحبها عشان يخدمه في النهاية على مصلحته هو والكيان. فهنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. احمد الشرع والحكومة السورية في تصرف ممكن نصفه بانه زعامة الخيانة والعمالة. زعامة الخيانة والعمالة عشان ملهاش عندي تفسير كده، وعند أي حد بيشغل عقله مش ماشي ورا شوية المعاتيه والدراويش اللي هم بيمشوا ورا لحية وهو ما يعرفش اللحية دي لحية مين. قلت لكم مليون مرة السيخ والهندوس وحزب النور بلحية. ده لو احنا عايزين نبقى ناس عاقلة. فالأخ أحمد الشرع المجاهد سابقا، أو الجولاني المجاهد سابقا لكن حاليا مودرن كيوت، وبعت ناس كتير من الانتحاريين اللي ذهبوا علشان يقابلوا حور العين في الجنة أثناء فترة جهاده، والنهاردة هو بعد ما بعتهم هو يسلموا على حور العين في الجنة، النهاردة قاعد هو مع ترامب وقاعد مع ابن سلمان وإن شاء الله بيدرس التطبيع. عمل إيه بقى البلوى ده؟ الراجل ده سلم بإيده الطهرة الشريفة العفيفة كل الأرشيف بتاع أكبر جاسوس إسرائيلي مر على سوريا، وصل لمنصب نائب وزير الدفاع السوري، إيلي كوهين أو إلياهو كوهين من مواليد اسكندرية مصر. وبعد ما حصل عندنا في مصر وقعة زمان أو هجمات زمان سموها فضيحة اللافون، تم هروبه، قدر يهرب من الحكومة المصرية وقدر إن هو يفلت من قبضة المخابرات المصرية. اتجه على أمريكا اللاتينية تحديدا الأرجنتين، وبدأ هناك يغير هويته تماما ويبدأ يتدرب على إيد الموساد إنه يتقن اللهجة أو اللكنة الشامية باعتبار إن هم ما يعرفوش عنه حاجة. زي واحد كده مثلا ما كان اسمه جولاني وبقى اسمه أحمد الشرع. ومين اللي بيختار الأسماء ومين اللي بيختار الألقاب؟ جيش الاحتلال. الشرع دي علشان ياكل معه، يعني كلمة شرع دي واخد بال حضرتك؟ زي ما إيلي كوهين سموه أمين قاسم، أمين عشان عادي يبقى ظابط ويبقى أمين. فالنهارده كل الدراويش اللي اتزرع فكره دروشه من زمان علشان يبقى في حاجه اسمها اسلام مصطنع بيخدم على الكيان وعلى المستعمر، فاختاروا له من جولاني اسم الشرع. فالحقيقه الراجل ما يعني بعد ما اتدرب وبعد ما رعوه رعايه كامله على حجرهم، فبيرد لهم الجميل بقى. ايه الجميل؟ انا هسلم لكم كل الورق، وده حصل وانتم شفتوه اكيد، انا مش بالف حاجه زي دي. كل الورق الارشيف كله بتاع إيلي كوهين او إلياهو كوهين اتسلم كله لإدارة نتنياهو. ونتنياهو استدعى مرات أو حرم إيلي كوهين الجاسوس اللي اتعدم في وسط دمشق، وقال لها نتنياهو احنا في سنوات القيام كان عندنا أبطال، فاحنا ما بننساش أبطالنا، واحنا ربنا الحمد لله أكرمنا ووصلنا أكبر جاسوس باسم الإسلام المصطنع لسدة الحكم في سوريا، اللي جوزك في يوم من الأيام اتشنق أو اتعدم بتهمة الجاسوسية والتخابر معانا احنا في دولة الكيان اثناء فترة القيام. فاحنا رجعنا الارشيف ورجعنا ملف القضية كله، وادي مفتاح البيت بتاعكم اللي كان محتفظ بيه إيلي كوهين. واحنا ان شاء الله بنعمل جاهدين مع الاكبر عميل لينا في سوريا ان احنا نسترد كمان رفاته اللي هو عظمه يعني، عشان ندفنه في ارضنا الحبيبة وطننا الحبيب. حد هيقول لي انت مركز قوي مع احمد الشرع ومع سوريا. طبعا، ليه بقى لازم اركز؟ شوف حضرتك، لما نقول ان الدراويش والدولة العميقة اللي هي الأنظمة الملكية والعسكرية يعني في كل الدول العربية واجهين لعملة واحدة وسيطر عليهم المستعمر والكيان، الإعلام بتاعهم من أكتر الأسلحة اللي متوجهة لك علشان تضيعك وعشان توهمك إن الملكي والعسكري وطني، وإن الدرويش جاي يحكم بالدين، وإن هو جاي ينصر دين الله وعباده المستضعفين. أكذوبتين أنت بتصدقهم، وأكذوبتين بيتمارسوا على عقلك. والناس اللي بتقول لك خليك في حالك، لا مش هخليك في حالي. ليه؟ لأن الإعلام اللي في مدينه الانتاج الاعلامي بيمرر مصالح الكيان، واعلام الدراويش بيمرر نفس الكلام. الله، هتقولي ازاي؟ هقول لك ركز بقى معايا عشان هنا الزتونه.
لما تلاقي قناه مثلا الشرق اللي بتاعت ايمن نور في تركيا، اللي هو تبع او محسوبه على الدرويش اردوغان، وتميم اللي اتحلب لما صدره وصدر كل نظامه يعني اتخلع من كتر الحلب من المستعمر ومن الكيان. فهنا اقول لك الاعلامين بيمثلوا نظامين او فريقين بيخدموا على نفس المالك، هم مملوكين للاداره الامريكيه. فلما تيجي حضرتك تلاقي الاعلام بتاع تركيا ايمن نور، والاعلام اللي محسوب على جماعه الاخوان القيادات بتاعتهم، انا ما بتكلمش هنا عن المحبين والمتعاطفين، دول غلابه وممسوح دماغهم، انا بتكلم على الناس اللي ماشيه ورا فكره الدراويش، على ان اردوغان واحمد الشرع وكل المتاسلمين دول فعلا جايين يخدموا دين الله. فانا هنا باكد لك لما بتناول الموضوع السوري وبركز في الشان السوري وفي تصرفات احمد الشرع، علشان الاعلام اللي المفروض حاسب نفسه اعلام معارض وان هم ناس احرار زي الشرق، زي مكملين، زي الشعوب اللي بقى بيتكلم على استحياء سبحانك يا رب. يعني لما بنتكلم على الدوله العميقه والنظام النجس الخاين، بتلاقي مثلا الشعوب معتزله مثلا، يعني يقول لك مثلا العميل ده ويجز ويشد في البدله، العميل. طب ما بتقولش على اردوغان ليه انه هو عميل؟ لان هو عضو في حلف الناتو او عسكري مراسل في حلف الناتو. ما بتقولش على احمد الشرعي اللي سلم الارشيف بتاع إلي كوهين الارشيف ودلوقتي عايزين يسلموا الرفات، ما بتقولش عليه كده بنفس الحزقه وبنفس ليه؟ عشان لما هيحصل، وده حصل قبل كده ان جماعه الاخوان قيادتها وصلت للحكم، وشفنا بعينينا ان الميدان اتباع والثوره اتباعت، وشفنا بعينينا خيرت الشاطر، وده كان قياده او ما زال قياده كبيره جدا. ما تصدقوش كلمه ان الاخوان بيحلوا نفسهم والجماعه بتحل نفسها والكلام الفارغ ده. اياك تصدق الكلام ده فكر ما بيتحلش. اياك تظن ان الكلام ده ممكن يمر عليك لو انت تبلعه وتشتريه. ده فكر سرطاني مسموم. فخيرت الشاطر راح قعد باع الميدان بتاع العزه والكرامه والشرف، وراح قعد مع المخابرات الحربيه او النظام اللي متعود يديله بالجزمه على قفاه، وبيديهم كلهم بالجزمه على قفاهم، وبيدي كل القيادات بتاعت الدراويش بالجزمه على قفاهم، وقال لهم انا ما عنديش مشاكل مع الكيان، وانا هنا بقى قلبوا الموضوع، ركز معايا، جاي مرر مشروع الكيان. الكلام ده قالوا واتعرضوا وفضحوه في الاختيار المسلسل المزيف اللي هم زيفوا بيه كل المشاهد بتاعه المسلسل، الا الخمس دقايق اللي كانوا بيعرضوهم بعد كل حلقه، اللي هم حقيقيين تموا فعلا في الغرف المغلقه. يعني احنا بنقول لك تعالى يا عم نحاكم وننفذ القصاص ونطبق القصاص، احنا اهو عايزين نطبق شرع الله بما يرضي الله عشان ننجح، وانت رايح تقعد معاهم وتقول لهم انا عايز امرر مصالح الكيان وما عنديش اي مشكله معاهم، وان احنا عايزين المشروع الاسرائيلي يتمرر. فانا لازم اكون بالمرصاد للفكر ده، ان انت الوجه الثاني من الدوله العميقه ومن الانظمه الملكيه والعسكريه، ولكن برداء وبلحيه دينيه، وانا مش هسمح لده. انا في النهايه عايز ابقى مسلم قوي. فلما يجوا الاعلاميين دول، احنا في مصر مثلا هنعمل حركنا وثورتنا، اياكم تبلعوهم وتشتروهم. يعني مكملين فيها محمد ناصر، فيها اسامه جويش، فيها عماد البحيري، ما بيتكلموش على احمد الشرع ولا على اردوغان زي ما احنا ما بنتكلمكم. احنا مثلا احنا ناس كده ما عندناش سقف. وليه هم بقى في الغربه زينا وعندهم سقف؟ ليه حاطين نفسهم سقف؟ ليه الناس دي حاطه نفسها سقف؟ ليه هم زينا في الغربه وعندهم سقف؟ الشعوب معتز لما احنا بنتقل العيار في الانتقاد يبدا هو يعني ايه يسال اسئله كده اللي هو بمعناه افهم انت ان احمد الشرعي وحش. طب وليه ما تقولوش ان انت خاين وعميل وصناعه امريكيه؟ ليه ما عندكش الجرأه دي؟ اشمعنى لما بنيجي في سيره اي حد من الحكام العرب تقول له عميل وتقول مش ليه؟ لان انت مش عايز اقولها. اللي بيملك قراره ومالوش سقف ومحدش بيشغله زي ما بنقولها او بيموله، بيقدر زي حالاتنا كده، واللي هم ما عندهمش بقى اعلانات وبكبس والشغل الرخيص ده، يقدر يقول لك الكلام ده بمنتهى الشجاعه والاريحيه. انما في ناس تانية ما تقدرش. ولذلك ركز في الموضوع السوري، لان نفس الاعلاميين دول اللي خدوا موقف دعم احمد الشرع اللي هو الفكر الدرويشي المصنع والمخلق من الكيان ومن امريكا، هم دول نفسهم هم بعد حركنا وبعد لما احنا نعمل ان شاء الله ثورتنا هيبقوا عايزين يركبوا المشهد ويوجهوه وفقا لمصالحهم هم واجنداتهم اللي بتخدم برضه على الكيان زي الانظمه الملكيه والعسكريه وعلى امريكا. نفس اسلوب احمد الشرع. ركزوا كده، يعني لو كان خيرت الشاطر تمكنوا هو وقيادات الجماعه من انهم يحكموا قبضتهم ويتمادوا ويستمروا في الحكم. وطبعا ده مش معناه ان احنا بنأيد انقلاب 30 ثانيه، لا طبعا. في الاول وفي الاخر احنا كنا عايزين نطرح الموضوع للشعب، والشعب يقرر عبر صندوق مش بدبابه، ما علينا. بس لو كانوا استمروا بالفكر ده، وبرضه انا مش معنى كلامي ان الشهيد محمد مرسي يستحق النهايه دي، لا طبعا. الراجل ده شهيد ولسه ان شاء الله في تحقيقات ان شاء الله بعرفه محكمه الثوره هتجيب له حقه هو وابنه وكل اللي اتظلموا. ولكن انا بتكلم على القياده اللي استغلت طيبه واحد زي الدكتور محمد مرسي. الفكر ده تفتكروا ان هو ما كانش بيمارس نفس اللي بيمارسه احمد الشرعي النهارده؟ ولذلك احنا للاعلاميين اللي بيخدموا على هذا المنهج بالمرصاد، لان ده هيبقى موقفهم
لو حصل حاجه عندنا هيبقوا عايزين نفس اللي بيحصل في سوريا يحصل في مصر، لانه مش هيخالف نفسه ومش هيعارض موقفه السابق. يا رب نكون فهمنا خطوره الناس دي. الناس دي لعنه. واللي ايد احمد الشرع كان عنده استعداد ان لو خيرت الشاطر عرض الكلام ده اللي اتعرض في الاختيار ده، لو خيرت الشاطر وقيادات الجماعه بنفس الفكر والدماغ، ما هو اغلب الناس اللي بتدعم احمد الشرع كلهم اغلبهم اخوان، 90% منهم اخوان بالفكر الاخواني، زي احمد عبد العزيز مثلا المستشار بتاع الدكتور محمد مرسي، عمال يطبل 24 ساعه. مش عايز اقول اسماء كتيره، في شيوخ، في ناس كانت عامله نفسها ماسكين ملف المعتقلين، في مش عايز اقول اسماء كتير، وعمالين لحد اللحظه يقول لك ايه، اصل ما بانش، اصل الامور مش ضبابيه. انتوا عارفين بتعملوا ايه وفاهمين دوركم ايه، واللي دافع وممول مفهمكم كويس قوي انتوا بتستخدموا وبتستغلوا في ايه. ولذلك اللي انتوا كنتوا هتعملوه مع خيرت او موقفكم من خيرت هيبقى زي موقف احمد الشرع بالظبط. ومن هنا خطورتكم. اللي انتوا بتعملوه مع احمد الشرع دلوقتي كان هو اللي هيتعمل مع خيرت. ولذلك ما حدش يجي يقول لي ما تركزش مع القضيه السوريه. احنا كلنا بيتلعب علينا اجنده كدول عربيه من نفس المالك اللي بيملك الحكام الفريقين اللي قلت لك عليهم، الدراويش والعساكر والانظمه الملكيه والعسكريه. فانت لازم تكون للاثنين بالمرصاد في كل بقعه في الوطن العربي من المحيط الخليجي. فهمت ليه؟ ولا لسه ما فهمتش؟ هو ده موقفهم وبيمهدوا لك عشان لما يعملوا اللي بيعملوه مع احمد الشرع ويحصل حاجه عندنا في مصر، احنا بقى مش هنسمح ان لا العساكر ولا الدراويش يعيدوا انتاجهم تاني. كان فيه وخلص، واحنا ليهم بالمرصاد، ولازم في كل ثانيه نعيشها نقدم خدمه لوطننا بان احنا نخلص مصر من الفكرين الملعونين المسمومين دول. مش هطول عليكم، هكتفي بهذا القدر. الناس دي يا اما تتعدل يا اما ما عندناش الا ان احنا هنسلخكم. احمد يا شرع ما تنساش تسلم الرفات وتعمل جميلك مع الناس اللي ربتك على حجرهم. احنا ليكم بالمرصاد يا اخوانا كلكم. افتكروا ان قيادات الاخوان والقوى السياسيه في مصر ضيعوكم، وانتوا لسه بتقولوا، في منكم ناس تقول لك اسيادنا، وانتوا يا مهافيف يا مراكيب يا صبيان الدوله العميقه والانظمه الملكيه والعسكريه، خليكم فاكرين كويس قوي ان غزه تمت ابادتها وحكامكم محدش فيهم نطق، بس اتحلبوا. واللي خدوا المواقف كلها حكومات غربيه، زي وزير خارجيه اسبانيا، وزير خارجيه بريطانيا، ماكرون، كل دول كانوا دول حليفه للكيان. هم اللي بياخدوا مواقف وهم اللي ليهم مواقف لصالح القضيه الفلسطينيه، وانتوا لسه مصدقين ان الدراويش خدموا دين الله وعبادوا المستضعفين في غزه، وان الانظمه الملكيه والعسكريه وثنيين وقوميين وعروبيين. لا اله الا الله. اشوفكم في فيديو جديد ولقاء جديد لو كنت من اهل الدنيا. استودعكم الله.